بسم الله الرحمن الرحيم. سأحدثكم وأنا محمد إسلام شاشي بما سمعته عن الشيخ محمد الحسن بن محمد الجد الشنقيطي عن جده الشيخ محمد علي بن عبد الودود عن فضيل بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علمة السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأشهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن علي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفي رواية: ولن يشاد الدين إلا غلبه، وفي رواية: ولن يشاد الدين إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدهشة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه تجدوه غفورا رحيما قريبا مجيبا. والسلام عليكم. شيء جميل تضيفه في تخريج الحديث، وهو إحالة الحديث إلى الكتاب أو إلى الباب. الحديث أنت مرة أخرى تقول رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب كذا في باب كذا، أو الرقم، تذكر الرقم مصدر الترقيم، إما عبد الباقي وإما البحر وإما يعني تذكر وإلى القاموس، معنى تذكر الترقيم، تنسب الترقيم لصاحبه أو تذكر الكتاب ويكفيك هذا. فإذا ذكرت الكتاب وذكرت الباب فكان ذلك تفصيلا أجمل وأحسن. وبارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا شيخ الإمام السند صحيحة ما شاء الله، بورك فيك. شيخ الملاحظة فهمت الشيخ بشكل تقول؟ قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. شكرا، بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله جميعا. ولكن شيء نرجوه لهذا الشاب الطيب اللي نسأله الله تبارك وتعالى أن يكون ضمن حديث السبعة، الحديث الذي رواه الآن باللغة الفرنسية: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من ذلك شاب نشأ في عبادة الله، نسأل الله له الستر والعافية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه. اللهم احفظه يا رب، نسأله أن يحفظه للأمة الإسلامية. اللهم آمين، اللهم آمين. وأن يوفقنا، يوفق الأخ صلاح الدين، أن يوفقه لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى، وأن يزيده إلى علم الهندسة والعلم والعمران، أن يزيده علم الفقه. اللهم آمين. ونصيحتنا له أن يواصل في قراءة القرآن، سورة الفاتحة
بأن يركز عليها كثيرا، وأن يقرأ آيات القرآن تعلمك ترويض اللسان. قلت كيفاش Essayez de répéter souvent Surat al-Fatiha pour que votre langue s'habitue à la prononcer correctement. أنا ضفت له حاجة الشيخ بشير بالكلام ده مقبلك كما دخل، قلت له اعتني بالإسلام ولا بالمسلمين، يعني أكد على الإسلام، حاول تتعلم الإسلام نتاعك الصحيح. الناس يغلطوا، كلنا مسلمون كلنا نغلطوا. Je vais vous répéter le mot que je vous ai donné tout à l'heure. Appuyez votre attention sur l'islam, les règles exactes de l'islam, véridiques de l'islam, et non ce qu'ils peuvent dire n'importe quel moment. Vous avez Shukha, les imams ici, quand vous avez un problème, vous vous adressez à eux, ils vous donnent la bonne version, et suivez les bonnes versions. Attention au comportement des musulmans, les musulmans ne représentent pas l'islam. المسلمين لا يمثلون الإسلام في بعضهم، هكذا يخطئون إلى غير. يمكن أن يخطئ، يمكن أن يخطئ، وليس يمثلون الإسلام. يمكن أن يخطئ. لا هم يمثلون الإسلام. نعم معلش أنا صحنا العبارة. إيه لا معلش صحنا العبارة. حبيت